אנחנו נעשה בצורה הכי טובה שאנחנו יודעים לעשות, להגן על אינטרסים שלנו, ואם מישהו שם נהרג בתוניסיה, אני מניח שלא היה, שוחר שלום ידוע. 21 جويلية 1973 أحمد بوشيخي شاب مغربي يخدم نادل في مدينة صغيرة في النرويج. كمل خدمته، خرج مروح لداره مع مرته. أحمد ما كانش جندي، ما كانش جاسوس، وما كانت عنده حتى علاقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي. أما في الليلة هذيك فريق كامل من الموساد كان يتبع فيه، وبعد دقائق قتلوه قدام مرته. المشكلة الموساد اكتشفت بعد العملية انهم قتلوا الشخص الغلط. كانوا يتصوروا احمد بوشيخي هو علي حسن سلامة، واحد من قادة منظمة ايلول الاسود، اما الهدف الحقيقي كان شخص اخر تماما. بعد 43 سنة 15 ديسمبر 2016 في صفاقس، مهندس طيران تونسي اسمه محمد الزواري خرج من داره وركب في كرهبته. في لحظات تم إطلاق النار عليه وقتلوه قدام داره. بعد اغتياله كتائب القسام قالت إنه الزواري كان واحد من مهندسيها، وإنه ساهم في تطوير الطائرات المسيرة، واتهمت الموساد باغتياله. إسرائيل ما اعترفتش رسميا بالعملية، أما التحقيق التونسي كشف شبكة معقدة فيها تونسيين وأجانب، جوازات سفر، تنقلات بين دول، ومراحل تحضير سبقة الاغتيال. وفي ديسمبر 2025 القضاء التونسي أصدر أحكام وصلت للسجن مدى الحياة ضد متهمين في القضية، الكل تقريبا كانوا هاربين ومحاكمتهم صارت غيابيا. وفي لبنان أجهزة اتصال صغيرة انفجرت في نفس الوقت في يد آلاف الأشخاص. كيفاش جهاز مخابرات تابع لدولة صغيرة ينجم يوصل للبلايص هذه الكل؟ وكيفاش ينجم يعرف وين يسكن الهدف، شكون يقابل، شنية يستعمل، وحتى الجهاز اللي يحطه في جيبه؟ والسؤال الأخطر، هل الموساد يعمل العمليات هذه وحده، وإلا القوة الحقيقية متاعه هي الناس العرب اللي جندهم داخل بلادهم؟ السلام عليكم صحابي، شنيا الجو؟ اليوم باش نحكيو على الموساد كيما نشوفوه في الافلام، وباش ما نعملوش دعايه مجانيه لاي جهاز مخابرات، باش نحكيو على العمليات اللي نجحت والعمليات اللي فشلت، وباش نفهموا علاش الموساد يتقدم في الاعلام كاقوى واخطر جهاز مخابرات في العالم، وهل فعلا هو الاقوى ولا السمعه متاعه ولات سلاح اقوى من العمليات بيدها. بعد عمليه ميونخ سنه 1972 اسرائيل بدات حمله سريه لملاحقه اشخاص قالت انهم مسؤولين على قتل الرياضيين الاسرائيليين. واحد من اهم الاسماء اللي كانوا يفتشوا عليها هي علي حسن سلامة. في صيف 1973 فريق من الموساد وصل لمدينة ليلهامر في النرويج بعد ما اعتقد انه سلامة موجود غادي. راقبوا راجل، حسابوه هو الهدف، تبعوه هو يخدم، هو يتحرك في المدينة، وحتى كي خرج مع مرته. الراجل هذا كان أحمد بوشيخي، مغربي مستقر في النرويج ويخدم نادل. فريق الموساد قرر انه هو الهدف ونفذ عملية الاغتيال. اما بعد الجريمة الشرطة النرويجية تحركت بسرعة، 6 من افراد الفريق تم القبض عليهم وتحاكموا وتدانوا بالمشاركة في العملية. وهنا تحولت العملية الى فضيحة دولية، خاطر الموساد عمل زوز اخطاء كارثية، قتل انسان بريء الله يرحمه وخلى جزء من الشبكة يتشد. اما الحكاية عمرها ما تقف لهنا. علي حسن سلامة الهدف الحقيقي بقى حي 6 سنين اخرين الى ان تم اغتياله في بيروت سنة 1979. وهنا يورينا أول قاعدة في طريقة عمل الموساد، الفشل ما يعنيش أنهم ينسوا الهدف، ينجموا يرجعوا يراقبوه سنوات ويبدأوا الخطة ويستنوا فرصة أخرى. محمد الزواري كان مهندس طيران تونسي من صفاقس. بعد اغتياله كتائب القسام أعلنت أنه كان عضو فيها وأنه خدم على تطوير طائراتها المسيرة. وهنا يلزم نفرقوا بين 3 مستويات من المعلومة. المؤكد أنه محمد الزواري تقتل قدام داره يوم 15 ديسمبر 2016، والمؤكد أنه حماس أعلنت أنه كان يخدم معها في مجال الدرونات واتهمت الموساد، والمؤكد زادة أنه القضاء التونسي حاكم شبكة فيها جنسيات مختلفة مرتبطة بالتحضير العملية. أما نسبة العملية للموساد ما زالت مبنية على اتهامات وتحقيقات، خاطر إسرائيل ما خرجتش وقالت رسميا احنا اللي نفذناها. السؤال لهنا مش كان شكون ضغط على الزينات، السؤال الأهم كيفاش شبكة أجنبية قدرت تجمع معلومات داخل تونس، كيفاش عرفوا تحركات الزواري، كيفاش تم تحضير السيارات الاتصالات الإقامة والهروب. أي عملية من نوع هذا ما تبداش نهار الاغتيال، تبدأ قبل بشهور وساعات حتى بسنوات. شخص يراقب، شخص يجمع معلومة، شخص يكري كرهبة، وشخص آخر ممكن حتى ما يعرفش شكون المشغل الحقيقي متاعه. وهنا نوصل لأخطر نقطة في الفيديو، تجنيد العرب. برشا ناس تتصور للجاسوس شخص لابس كوستيوم عنده سلاح ويتكلم 5 لغات، أما في الواقع أخطر شخص ينجم يكون موظف عادي، جار، صاحب شركة،
شخص يخدم في الاتصالات أو إنسان عنده مشكلة مالية وحاجته بفلوس. حسب تحقيق لرويترز على الاختراقات الإسرائيلية في لبنان، الأزمة الاقتصادية والصراعات الداخلية خلقت فرصة لتجنيد مخبرين محليين، والأخطر أنه بعض الأشخاص ما يكونوش حتى عارفين من البداية شكون الجهة اللي هي قاعدة تحكي معهم. ينجم شخص يتصل بيك ويقول لك أنه صحافي، شركة أبحاث، مستثمر ولا أي منظمة أجنبية. في الأول يطلب معلومة تبدأ عادية، تصويرها لبناية، اسم شخص، موعد اجتماع، رقم كهرباء ولا أي حاجة. وبعد ما تعطي أول معلومة وتاخذ أول مبلغ تبدأ الطلبات تكبر. الفلوس هي مدخل معروف أما مش المدخل الوحيد. ينجم يكون الابتزاز، الانتقام، الخلافات السياسية، الأناء وحب الأهمية، أو إقناع الشخص أنه ما يعمل في حتى شيء خطير. المخبر المحلي عنده حاجة العميل الأجنبي ما عندوش، يعرف اللهجة، يعرف الشوارع، يعرف العائلات، والناس ما تشكش فيه. ولهذا أحيانا نقول أقوى سلاح عند الموساد ما هواش القمر الصناعي، إنما إنسان من نفس الحومة. في سبتمبر 2024 آلاف أجهزة النداء والاتصال اللي يستعملوها عناصر من حزب الله انفجرت في لبنان وسوريا. انفجارات قتلت عشرات الأشخاص وجرحت الآلاف. وبعدها خرجت تقارير تقول إنه أجهزة الاتصال هيك تم التلاعب بها قبل ما توصل لمستعملها. يعني العملية ما كانتش مجرد اختراق إلكتروني في آخر لحظة، كانت عملية طويلة دخلت لسلسلة التوريد نفسها، من التصنيع للتوزيع حتى لين وصلت الأجهزة ليد الأشخاص المستهدفين. وفي نوفمبر 2024 متحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية قال إنه بنيامين نتنياهو وافق على العملية. وبعيد عن الجدل القانوني والأخلاقي والضحايا المدنيين، العملية تكشف حاجة مهمة برشا. باش تنفذ ضربة بالحجم هذا يلزمك تعرف شنو الأجهزة اللي يستعملها خصمك، علاش اختارها، منين شراها، وشكون يوزعها. وهذه معلومات ما يجيهاش قمر الصناعي وحده، يلزم اختراق بشري من الداخل. 19 جونفي 2010 محمد المبحوح، واحد من قادة حماس، وصل لدبي ودخل الأوتيل. بعد ساعات تلقاه ميت داخل غرفته. في البداية العملية بدأت نظيفة وما فماش ضجيج، أما دبي فيها شبكة ضخمة من كاميرات المراقبة. الشرطة جمعت مئات الساعات من التسجيلات وبدأت تركب الفيلم خطوة بخطوة. أشخاص داخلين بجوازات أوروبية، بعضهم متنكرين، فريق يراقب المبحوح في المطار، فريق يتبعه للأوتيل، وأشخاص يحجزوا غرفة قريبة من غرفته. شرطة دبي نشرت صور المشتبه بهم واتهمت الموساد بتنفيذ الاغتيال، لكن إسرائيل كالعادة ما اعترفتش رسميا. العملية حققت الهدف متاعها، أما في نفس الوقت العالم شاف وجوه المجموعة وتحركاتها تقريبا دقيقة بدقيقة، وتثبت جوازات السفر المستعملة في أزمة دبلوماسية مع عدة دول. إذن هل هذه العملية ناجحة؟ بالنسبة للجهاز الهدف مات والفريق هرب. بالنسبة للدول اللي استعملت هويات مواطنيها فضيحة. وبالنسبة لدبي اغتيال وقع فوق أراضيها من غير موافقتها. نفس العملية تنجم تكون نجاح استخباراتي وفشل سياسي في نفس الوقت. العلاقة مع الجزائر أقدم من أغلب العمليات اللي حكينا عليهم. حسب بحث للمؤرخ مايكل لاسكير في الخمسينيات، الموساد أسس شبكة سرية في المغرب العربي اسمها ميس جيرت أو الإطار. الشبكة هذه كانت تنشط أيضا في الجزائر خلال حرب التحرير، وكان هدفها المعلن تنظيم وحماية بعض التجمعات اليهودية. لكن البحث يوثق أيضا أنه عناصر منها دخلوا في مواجهة مع مقاتلين جزائريين، وفي حادثة على الأقل تقتل الجزائريين الله يرحمهم. ما نحبش نكبر الجزئية هذه أكثر من حجم الأدلة الموجودة. ما عناش قصة اغتيال جزائرية حديثة وموثقة بالقوة نفسها متاع بوشيخي أو الزواري، أما وجود نشاط مرتبط بالموساد في الجزائر خلال الثورة يورينا أنه اهتمام الجهاز بالمغرب العربي ما هوش جديد. الحكاية راجعة عندها عقود. بعد القصص هذه الكل نرجع للسؤال الأول: علاش الموساد يعتبر عند برشا ناس أفضل جهاز مخابرات في العالم؟ أولا الصبر. الهدف يجم يبقى تحت المراقبة لسنوات وسنوات طويلة. 2 الاستثمار في العنصر البشري، تكنولوجيا قوية أما زادة مخبرين وعملاء محليين. 3 القدرة على العمل خارج الحدود، من النرويج لتونس ومن لبنان لدبي. 4 السمعة، كي شخص يعتقد أنه الموساد ينجم يوصل لأي مكان، الخوف بيدو يولي سلاح. أما يلزمنا نكون واضحين، ما فماش ترتيب عالمي رسمي يقول انه الموساد رقم 1، واحنا نعرفوا على العمليات اللي انكشفت واللي سمحت اسرائيل بنشر جزء منها، اما العمليات الفاشله والملفات السريه بطبيعتنا ما نعرفوش عليها حتى شيء. وقصه احمد بوشيخي وحدها تكسر صوره الجهاز اللي ما يغلطش، خاطر وراء اسطوره اخطر جهاز في العالم فما مغربي بريء خرج من خدمته وما رجعش لداره، وفما عائلة تونسية فقدت محمد الزواري قدام داره في صفاقس، وفما مدنيين تضروا زادة في لبنان، وفما دول اكتشفت انه عمليات اغتيال كاملة صارت داخل اراضيها. احمد بوشيخي
ما كانش يعرف انه ثم جهاز مخابرات كامل اختاره كهدف، والمفارقة انه ما كانش الهدف اصلا. محمد الزويري حسب حماس كان يعرف انه يخدم في مجال خطير، اما يمكن ما كانش يتصور انه المعركة توصل لباب داره في صفاقس. بين الزوز رجال 43 سنة، واحد مغربي والاخر تونسي، اما السؤال ما تبدلش، كيفاش جهاز موجود على بعد آلاف الكيلومترات ينجم يعرف عليك اكثر من الناس اللي عايشين معك؟ يمكن الجواب مش موجود في الاقمار الصناعية ولا في الاسلحة السرية، يمكن الجواب موجود في شخص قريب منك يحكي لغتك، يعرف حومتك، وانت عمرك ما تصورت شكون واقف وراه. هكا نكون وصلنا لاخر الفيديو. ما تنساوش تشاركوا معنا آرائكم في التعليقات، وما تنساوش زادا باش تقترحوا الموضوع الجديد اللي باش يكون ان شاء الله في القناة. نشوفكم بعد يومين في فيديو جديد او وثائقي جديد او قصة جديدة كالعادة. شكرا.